السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل اكلة شكشوكة البيض مع الرز الاحمر. طريقة سهلة وبسيطة، اتمنى انها تنول اعجابكم. بس الاكلة دي بقى عايزين نعملها واحنا صباح تاني يوم اجازة، لانها بتعمر الدماغ تماما، فتبقى عايزة تاكلي وتنامي على طول. تمام. معايا هنا كمية من البصل، معايا كوباية من الرز المصري، معايا بيض على حسب عدد أفراد الأسرة، سواء كل واحد فرد ياكل البيضتين أو تلاتة. معايا التوابل: ملح وفلفل أسمر وكمون. كمون مش هنحطه على تقلية البيض، هنحطه على الرز. معايا برضو بشر طماطمة صغيرة. كده أنا خرطت البصل. بالنسبة للشكشوكة خشن شوية، وبالنسبة للرز عملتها ناعمة شوية. أنا عاملة كوباية رز مصري واحدة، فاخدت شوية بصل على قد كمية الرز، وهحمرهم وهدبلهم كده في الزيت. تمام. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده هدبلهم. انا هدبل بس البصل بتاع الشكشوكة كده واركنه، واشتغل على طول في البصل بتاع الرز بالشكل ده كده. بس يا دوبك هيلون، ياخد لون بني غامق شويه، ما سيبوش بقى يتحرق مني البتاع ده. بالنسبه ده للرز تمام، يا دوبك يغمق كده، ما سيبوش اكتر من كده بقى، لان لو سبته اكتر من كده هيتحرق وهيبقى مرر في الاكل. وهنزل عليه بعصير الطماطم، طماطميه صغيره، وهنزل بمعلقه من الملح، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه من الكمون، وهقلبهم مع بعض. وانا عامله قلت كوبايه من الرز المصري، فهياخد كوبايه ونص من الميه، فهعاير كوبايه ونص من الميه. بنفس الكوبايه اللي انا معايره بيها الرز هعاير بيها الميه. تمام. بالشكل ده كده خلاص. هظبط الملح بتاع الرز، وهغسل الرز واصفيه كويس قوي، ما يبقاش فيه اي ميه. مجرد ان الميه اللي انا حطيتها على النار تغلي، هسقط فيها الرز. تمام. بالشكل ده طريقه سهله وبسيطه. ده ممكن الرز ده يتعمل جنب السمك، طعمه بيبقى جميل. رز الصياديه ده جميل. تمام. بالشكل ده كده هسيبه بقى يغلي، واكون مجهزه طبعا الشياطه ومهديها تحتها النار. يعني انا مولعه النار تحت الشياطه وسايباها هاديه جدا. بس مجرد انه يشرب كده هغطي عليه بقى، واروح رافعاه على الشياطه واسيبه بقى يستوي مع نفسه. هنرجع بقى للبصل اللي احنا دبلناه في الاول وركناه، بس عشان ايه؟ ما يصننش مننا. او يعني يبوظ مننا. فروحت حطاه يا دوبك دبلته تتبيله خفيفه كده وسيبته. انا مش هغمقه بقى زي بتاع الرز. انا هسيبه فاتح بالشكل ده كده، يا دوبك ياخد لون ذهبي. تمام. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وهنزل بكوبايتين من الميه. تمام بالشكل ده، واسيبهم ايه يغلوا. هنزل برضو بالملح والفلفل الاسمر، واظبط الحدق بتاعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. بيض جنبي بقى، لازم البيض يكون جنبي في مرحلة الغليان بتاعة المية بتاعة البيض. تمام. يبقى عشان يسهل عليا ان انا اطقش كل بيضة مع نفسها. تمام. واحطها جنب بعضها بالشكل ده كده. متحطوش لازق في بعضه، لان لو لازق في بعضه هيدخل كله في بعضه. فانت حاولي بقدر الامكان ان انت تبعدي كل واحدة عن التانية كده، عشان تطلع البيضة ببيضتها كده. يعني البياض يبقى لافف على الصفار، والبيضة بتبقى ببيضتها. تمام. بالشكل اللي حضرتك ده شايفاه ده كده. وتظبطي الحرق بتاعه وتهدي عليه النار وتسيبيه يستوي 10 دقايق وتبصي عليه. كده الرز خلاص دخل في السوا. خلاص هطفي عليه كمان شويه، يعني دقيقتين 3 كده، وهروح مطفيه عليه. كده برضو البيض دخل في السوا. بقت البيضه بعد 10 دقايق كده او ربع ساعه، بس النار تكون هاديه عليه قوي. بس انتي طبعا متابعيه. بيبقى بالشكل ده كده، يبقى هو كده خلاص استوى. تمام. كده خلاص. هدحرج بقى شويه من البدنجان. شويه بدنجان من الصغير قوي، حجمه صغير، قليته في الزيت. غسلته طبعا الاول وفتحته من الجنب، وقليته في الزيت. معايا هنا تتبيله البدنجان. معايا هريسه الفلفل الاحمر، معاها برضو فلفل اخضر، شويه من الملح، فص ثوم صغير، ملح وفلفل اسمر. تمام. وعصرة نص ليمونة. وهحيق بيهم البدنجان بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ممكن تعملي شوية من البطاطس المحمرة جنب الأكلة دي. تمام. كده أكلتنا جاهزة بألف هنا وشفا يا رب، للي كل وللي هيعمل بإذن الله. ويا رب تعجبكم الأكلة والوصفة. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وما تنسوش الأكلة دي ناكلها وصباح أجازة. وإلى اللقاء.